يتلقوا في اللحظات اللي امام الميداليات، وامامنا هنا الكأس الأميرة السمراء في أحضان النادي الأهلي. 72 طبعا رقم الضحايا اللي كانوا في كارثة بورسعيد، الجماهير الأهلوية اللي صنعت هذه الفرحة مع مجلس إدارة مع لاعبين يؤدوا بمنتهى القوة. أحمد عادل عبد المنعم أمامنا في هذه اللقطة أيضا من ضمن النجوم المتواجدين في قائمة النادي الأهلي. هؤلاء هم الأبطال بالفعل. الكأس في أحضان الأهلي، الإنجازات، البطولات دائما وأبدا. وائل جمعة يرفع أمامنا الكأس، أدي صخرة الدفاع وائل جمعة. أبو أحمد، ادي ابو احمد وحبيبه يرفع امامنا في هذه اللحظات التاريخيه. بقى ادي النجم الكبير وائل جمعه، ورقم يعني قياسي 6 بطولات لهذا النجم الكبير. 6 بطولات لوائل جمعه في تاريخه مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، رقم جديد. لكن الاهلي صاحب الارقام، الاهلي الرائع هنا في هذه الليله. ابو تريكه الراجل اللي بيخلص الحاسم دائما. السياده والرياده، الفرحه كبيره. الأهلي دائما وأبدا هو سيد الألقاب. اللهم اجعل مصر فوق الجميع وألف بين قلوب المصريين. هذا هو الدعاء الذي أكتفي بهذا القدر، لأن الفرحة كبيرة. ودعونا نستمتع مع لفة الانتصار. ما أحلى الانتصار من نادي الأهلي الجبار. وإلى الزميل أحمد فؤاد. شكرا يا زميل علي محمد علي. إذن مشاهدينا الأعزاء، فرحة ما بعدها فرحة باستاد المقاولون العرب. جماهير تفرح من القلب بعد فترات طويلة من البكاء، فترات طويلة من الحزن، فترات طويلة من البعد عن الساحرة المستديرة. اليوم النادي الأهلي كالمعتاد دائما هو من يرسم الفرحة ويرسم الابتسامة على وجوه المصريين. الأهلي دائما بطلا لإفريقيا، البطولة الثامنة في تاريخه. أقولها للمرة الثانية، حقا أنك أنت صانع الإنجازات، فريق البطولات، سيد إفريقيا العملاق النادي الأهلي الكبير. وقالها المتنبي سابقا: إذا رأيت أنيابا ليس بارزة فلا تحسبن ليس يبتسمي. هذا هو النادي الأهلي في بداية البطولة، لم يكن عند القدر المطلوب، ولكن يبقى الأسد دائما حتى اللحظات الأخيرة هو البطل الكبير. هذا هو النجم الأسطوري الكبير محمد أبو تريكة، الذي استطاع أن يقدم في هذه البطولة إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي الكبير والعملاق. حقا كم أنت كبير يا أبو تريكة مع النادي الأهلي الكبير. إذن مشاهدينا الأعزاء، لحظات تاريخية اليوم، لحظات كبيرة اليوم، لحظات كبيرة لنادي عملاق هو النادي الأهلي، الذي استطاع دائما أن يحقق الانتصارات لشعب